أسوأ فرايدي تشيكن. المطعم ده قفل، المطعم ده المفروض تحت بير السلم بس زائد مطعم. المطعم ده جالي منه تسمم، يعني كمية تعليقات ملهاش أول آخر زي ما انتم شايفين. كل ده ليه بقى؟ كل ده في الفيديو الراجل ده المفروض ان اخته على ما اعتقد جابت فراخ منهم 3 ايام وراح جربه، حتى الريزو جاي له هو متاكل منه. تمام. والفراخ هي عباره، انا شفتها عباره عن بريننج، فعشان كده لازم نجيب مين؟ عشان كده جبنا هارت اتاك 3 قطع. وبشكرهم فعلا. بدايه الفيديو لو قلنا اللي في الاول يعني دخلت كده، بس برضو الحاجه الصح لازم نقول عليها. كان هو المفروض 3 قطع دول ب 130، وهيبقى فيه جناح مش دبوس. لا، حط لي دبوس وشال الجناح وما خدش اي حاجه، مش انا اللي طالب ولا يعرفني اصلا. نقول بسم الله. دي بقى القطعه. المفروض دي القطعه اللي كانت في الفيديو كانت عباره كلها عن بريدنج مفيش اكل. نصيحه بس، انا الكلام ده هو كله، كل التعليقات اللي قدامكم دي كانت في فروع مصر كلها، في القاهره قصدي مدينه نصر والعبور والكلام ده، مفيش حاجه في طنطا، فانا بجرب طنطا. شايف؟ بص ده كده ده كله بريدنج، غير القطع اللي وقعت، وده حتت اللحم اللي طلعت. فانا من وجهه نظري في يعني ايه ان الفراخ صغيره، فدي مش مهم. بس يعني في فراخ بس صغيره قوي، بس مش موضوعنا. المهم بقى ندوق. بسم الله كده، ناخد حته كده كبيره شويه. بسم الله. للاسف مفيش تتبيله. انا حاسس ان انا باكل طعم الزيت اللي هو مقلي فيه بس. يعني انا مش حاسس غير بطعم الزيت اللي كان فيه الحاجه، مش حاسس بطعم بريحه تتبيله او بطعم تتبيله أو. فالفراخ صغيره والطعم مش احسن حاجه خالص. يعني بعتبر، مش هقول لك التتبيله خفيفه، يعتبر مفيش اصلا. يعني المفروض ده شكل الصدر مثلا، من كده مثلا، ده كله بلينك. فدي قطعة الصدر، فتعتبر لحد ما، او يعني بأمانة الصدر كويس. يعني الصدر يعتبر اكبر قطعة فيهم. وده شكل الدبوس، برضو عليه قطع بدن بس الدبوس يعني معقول شوية. الفخدة اللي صغيرة خالص، الدبوس وسط، الصدر كبير. نصيحة لهارت اتاك يعني لسه شاف الفيديو او وصل لك، اهتم بس بالتتبيله انها تطلع، واهتم بالجوده بتاعه الحاجه. لو عجبكم المحتوى اللي احنا بنقوله فياريت تشرفونا بالاشتراك بتاعكم. واللي مفرجش على الفيديو اللي فات يتفرج عليه، لانه كان فيديو دمار.